الفلوس بتدوس على النفوس. في حاجات في حياتنا ملهاش تمن، يعني لو حد دفعلك فيها كنوز الدنيا استحالة تقبل وتتنازل عنها. بس للأسف هتلاقي النفوس الضعيفة أول ما تشوف الفلوس بتنسى كل شيء وبتفرح بيها وكأنها حققت أكبر هدف ليها في حياتها. وطبعا دول بلا مبدأ أو حتى ذرة كرامة، ومن غير تفكير ومن غير حوار جنى هتولعها نار. الموضوع فعلا كبير ومش حلو خالص. من الصعب تلاقي شخص ممكن يتنازل عن كرامته او حتى عن مبادئه اللي اتربى عليها من صغره، لكن في ناس هي غاوية كده لانها زي ما بيقولوا بالبلدي ما كانتش على طبلية ابوها. معنى الجملة دي كبير قوي وبيبان في مواقف كتير لينا في حياتنا، وتقريبا بيظهر علينا كل فترة شخصية كنا مخدوعين فيها، لكن صاحب الشخصية دي بسبب موقف معين تلاقيه راح مطلع الحقيقي اللي جواه واللي اتربى عليه واللي كان بيحاول يزوقه، بس للأسف في ساعة الجد مش بيعرف يخبي أصله. ندخل في الموضوع ومن غير لف ولا دوران. فيديو مدته 31 ثانية بالظبط انتشر في اليومين اللي فاتوا دول على مواقع السوشيال ميديا. الفيديو ده لفرح العريس فيه خليجي ولابس حتى لبس الخلايجة المميز اللي هو الجلابية والعباية والعقال، وعروسته من الواضح إنها مصرية. هتقولوا اتأكدنا إزاي إنها مصرية؟ هقول لكم كان شغال أغنية محمد حماقي أدرينالين، وطبعا لبس المعازيم والوشوش كلها مصري. عموما ده فرح الاتنين ربنا يسعدهم، واحنا اكيد ملناش دعوة بحياتهم الخاصة، وطبعا ربنا يبارك لهم فيها. بس اللي لينا فيه هي اللقطة اللي بجد حسيت بيها بالكلام اللي لسه قايلاه من شوية، الكرامة والمبادئ، لان اللقطة دي للأسف ما فيهاش اي ذرة من الكلمتين دول. وهقول لكم على حاجة، حتى لو انت انسان فقير وما حيلتكش اللضى بس عندك كرامة وشوية مبادئ عمرك ما هتعمل كده تماما. اللقطة دي خلت ناس كتير قوي زعلانة على الناس اللي فيها، وزعلانة برضو على حالنا لانهم مصريين زينا طبعا. ده غير اللي بيصطادوا في المية العكرة، طبعا عارفينهم، اللي مش بيخصصوا الوحش ده لفئة معينة، لا ده بيعمموه على الكل ويقولوا ايه بقى، هم دول المصريين. تعالوا نشوف جزء سريع من الفيديو علشان اللي ما شافوش. ها عاملين ايه دلوقتي بعد ما شفتوا اللي انا شفته؟ تخيلوا المشهد ده كام واحد شافه ولف كام دولة وقالوا ايه علينا. كلام كتير بايغ جوايا مش عارفة اقوله من الصدمة. وعلى فكرة انا ما اقدرش الوم على العريس الخليجي ده علشان بيرمي فلوس على عروسته وزي ما بيقولوا بالبلدي كده بينقطها، لان من الطبيعي عريس وفرحان بعروسته يوم فرحه. لكن اللي يزعل بجد وينقط الواحد انه يشوف المعازيم وهم بيرقصوا حوالين العروسة والعريس، قال يعني علشان فرحانين بيهم. لكن اول ما العريس عمل كده كلهم سابوا الاغاني والرقص وجريوا وزقوا في بعض، وده طبعا علشان اللي يلحق منهم اي فلوس من اللي اترمت على الارض. ما هو مفيش مصطلح تاني يتقال غير كلمة اترمت على الأرض، وانتوا لا مؤاخذة كده جريتوا عليها زي الجعانين والمحرومين. وطالما انت ولا انت قبلتوا على نفسكم كده يبقى استحملوا بقى وما تزعلوش. وبصراحة أنا مش متوقعة خالص إن الرخيص ممكن يزعل من حد، لأنه من الأساس بيقبل على نفسه حاجات لا يمكن حد تاني يقبلها. ده الواحد وهو بيتفرج على الفيديو وبيشوف الراجل يقع على الست والواد يلزق في البنت علشان شغل اللي يلحق أكبر كمية من الفلوس، حاجة في قمة الرخص والإهانة للأسف. تخيلوا الواحد وهو بيقلب كده في التعليقات ويشوف اللي الناس قالوه. صدقوني فعلا كلام يوجع القلب لما تلاقي واحد كاتب ده حرمان من النعمة، وواحد تاني كاتب دي إهانة، وبرضه في اللي كاتب منكم لله فاتحيننا في كل حتة، وواحد اختصر شعوره كله بعد الفيديو بكلمتين وقال فيديو مقزز فعلا. أما ده بقى تحس إنه جاي من المستقبل وحكم عليهم بالمشاكل والفضايح بينهم، وراح قايل تصارع وعلم عليها وعلى أهلها من أول ساعة جواز، ومع أول مشكلة هيفرجها على الفيديو ده وأهلها بيجروا يلموا الفلوس من على الأرض من تحت رجليه. وفيه اللي كاتب بوست عقلاني حبتين، وعلشان ما يوجعش نفسه كتير قال في فيديو متدني انتشر لعريس خليجي وعروسة مصرية، أتمنى ما يظهرليش تاني علشان كل ما أشوفه بكون عايز الأرض تنشق وتبلعني وأنا ماليش دعوة أصلا. تخيل الناس دي كلها كاتبة الكلام ده بالشعور ده وهي أصلا لا من قرايب العروسة ولا حتى كانوا المعازيم اللي في الفرح، ما بالك بقى من اللي كانوا
كانوا هناك وكانوا بيجروا ويزقوا في بعض وواخدينها بضحك وشغل هبل واستعباط ما بينهم. طمنوني دلوقتي والكل مطلعكوا على المسرح والتحفيل مال الدنيا عليكوا، يا ترى اخباركوا ايه؟ طب خد دي عندك، مش طلع العريس مصري على كلامهم؟ ده حتى اخت العروسه طلعت بتصريح غريب عجيب. بتقول ايه بقى؟ والدتي كانت بتهزر لما مدت له ايديها وبتقول له ما تجيب جنيه، وسالته ليه عملت كده وسلمت عليه وقامت حضنته وبسته لانها كانت فرحانه انه كبر ببنتنا اكتر. وبتقول ايه كمان؟ كل اللي وطى اخد فلوس كانوا صغيرين، انا كنت واقفه وما رضيتش اوطي ولا انا ولا اهلي. العروسه مسافره تركيا مع عريسها واحنا مش فارق لنا كلام الناس، احنا فرحانين انها اتجوزت وليلتها عدت على خير. ولا العريس مش سعودي، العريس مصري وكتب كتابه قدام الناس كلها في القاعة. طبعا مليون مبروك ليهم ويسافروا ويتبسطوا، لكن فهميني بس يعني ايه يكبر ببنتنا؟ يكبرها مناني زاويه بالظبط يعني؟ انت شايفه موقف رمي الفلوس والجري عليها بالمنظر ده كان بيكبر من بنتكم؟ امال لو كان عايز يكسر بنفسها كان عمل ايه؟ وعلى فكره ده مش كلامي انا بس، ده انا ما شفتش تعليق يوحد ربنا على السوشيال ميديا مع الفيديو، وكله لا مؤاخذه يعني بيشتم فيكم. بس لحد هنا ونقطه ومن اول السطر، الكلام اللي انا قلته طول الحلقه ده فعلا حقيقي، وفعلا ده جزء بسيط من ردود الافعال الصعبه جدا على السوشيال ميديا، بس كلمتين مني وفيهم الخلاصه. كلكم نظرتوا خلاص وكلكم فرغتوا الطاقه السلبيه اللي جواكوا على العريس وعلى العروسه وكمان المعازيم. طب بيني وبينكم كده انتوا مالكم؟ ايوه زي ما سمعتوا كده، انتوا مالكم؟ شاغلين بالكم شوفوا كام ساعه من بعد ما الفيديو نزل على السوشيال ميديا وبتهروا وبتنكتوا في نفسكم علشان مين؟ ناس فرحانه وبيرقصوا وبيتنططوا في فرح بنتهم. احنا لينا فيه؟ ملناش فيه طبعا. واللي عملوا العريس ده هم يتقبلوه بقى ما يتقبلوهوش، في الاول وفي الاخر هم بقى عيله واحده، وزي ما بيقولوا من زمان يا داخل ما بين البصله وقشرتها ما ينوبك الا. ما تروق كده يا ضنايا انت وهو، وخاف على صحتك وعود نفسك اللي مالكش فيه ما تتدخلش فيه. عموما كده او كده يا ريت ما تنساش ان مع كل ترند ومع كل حوار جنى هتولعها نار. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوفكم في حلقه جديده وترند جديد وسلام عليكم.